نختم ختام مسك كده الفيديو ويطلع لنا لعيبه حلوه. يلا نصلي على النبي ونفتح الباك دي. بسم الله بقى. عايزين بقى يطلع حد حلو. لعيب اسباني سي بي من روما برضو. هو احنا اتحطينا مع روما خلاص. 98 يعني لسه في لعيب تاني معاه اعتقد. 98 تاني 98 تاني يعني لاعبين 98 اعتقد. مقايضة حلوة لان انا اصلا ما حطيتش فيها لعيب 98 تقريبا. حطيت لاعبين 97 جالي لاعبين 98 بغض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. النهارده بقى فيديو الهدايا وفيديو المفاجآت وفيديو الفيفا بوينت. طبعا شحنا فيفا بوينت زي ما احنا شايفين. هنشوف بقى مع بعض الهدايا وهنشوف حاجات بقى جميلة كده. الفيديو دوت طبعا هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، لينك الجروب اللي على التليجرام بتاعنا وبتاع الفيفا بوينت. طبعا اول يوم واول حاجة يعني اول يوم نشحن فيه فيفا بوينت في اللعبه عامه بشكل عام. وان شاء الله في مسابقات بقى انتظرونا هتحصل وكلام جميل جدا عن الفيفا بوينت وعن ال 99 السيلفر وحاجات تانية جامدة. تعالوا بقى اوريكم السيلفر اللي بنتكلم عليه وكام حاجة جامدة. وطبعا الفيديو دوت هنفتح الباك كم 3000 جوهرة وهناخد نجمع الاول هدايا الاكسترا تايم اللي كنا فاتحينها المرة اللي فاتت. وادي اللعيب ارجنتيني ار ام روما. ده كان ال 94 وكان الاوفر 80. طبعا هعمل لكم مفاجأة، يعني هعمل لكم مسابقة زي مسابقة ان شاء الله. وكل اسبوعين واحد هيكسب فيفا بوينت او السيلفر زي ما قلنا عليها. هقول لكم شروط المسابقة ديت الفيديو الجاي او كده. بس طبعا عايز اقول لكم ان نفتح ايه ده. ماشي. لعيب 85 لعيب 83 لعيب 82. عايز اقول لكم ان احنا هنفتح الباك كم 3000 جوهره بعد ما ناخد كل الهدايا دي. وهنعمل مسابقه على 100 فيفا بوينت مثلا او 150 فيفا بوينت او 99 من السيلفر. الباك بتاعت السيلفر دي انهي سيلفر؟ الباك دي تعالوا اوريكم الباك دي اللي هي جامده جدا جدا. هتكون هي الهديه بنسبه كبيره ان شاء الله. الهديه هتكون الباك ديت اللي هي السيلفر. فين ثانيه هقول لك انا. اللي هي فيفا بوينت اند جيمز هنا. لو دخلنا على اخر واحده او مش اخر اللي هي دي الهديه غالبا بنسبه كبيره هتكون اللي هي ب50 جنيه دي تقريبا. هقول لك انهي اكسشينج سيلفر. السيلفر اللي هي هنا. الهديه هتكون 99 من سيلفر. معاك لا اما تفتح روني لا اما تفتح لعيب من 95 ل 103 لا اما تفتح لعيب 97 لا اما تفتح الكلام دوت. لا اما في عرض جامد هنا وهو هتاخد ال 99 دي ممكن تاخد بيهم 150 فيفا بوينت و10000 كوينز ديت اللي هتكون هديه بتاعتنا ال 99 من السيلفر دولت. وزي ما احنا شايفين بقى معانا 48 فيفا بوينت. نصلي على النبي بقى ونخش نبدا بقى الفيديو بتاعنا. طبعا اللينك في الديسكريبشن، لينك جروب التليجرام في شحن فيفا موبايل وفيفا بوينت والسيلفر وفري فاير حتى وبابجي وحاجات تانية كتير. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تخشوا. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. والنهارده هنفتح الباك ام 3000 جوهره وهنفتح كل الهدايا ديت ان شاء الله. وهنفتح الستار باص وفي انتظار بقى بكره رابع اسبوع في الحدث عشان باقي 7 ايام والحدث بس يخلص. نفتح بكره الهدايا كلها ان شاء الله. واقول لكم بقى على المسابقه وشروط المسابقه وناخد بقى كل الهدايا ونختم الحدث. وادي معانا واين روني اوفر 90 في الباك اللي قلت العبوها يوميا وخدوها وخدوا المهام اليوميه. وصدقوني الباك ديت جامده. طبعا نخش بقى على الستار باص وهوريكم حاجه كده في الماركت وهنشوف كام حاجه كده حلوين في الحدث بتاعنا وكام باك. تعالوا بقى ناخد الباك كم 3000 جوهره. طبعا بقى معانا يعني الفيفا بوينت دول 48 فيفا بوينت. انا مش هعمل بيهم حاجه، انا عارف، انا كنت بس بعملهم كتجربه. وطبعا عايز اقول لكم ان احنا هنعمل مسابقات جامده جدا الفتره الجايه ان شاء الله. عشان بقى مستني دعمكم مستنيكم تسيبوا لايك على الفيديو دوت عشان يوصل لغيرك. وهنعمل مسابقات جامده جدا. تعالوا بقى نصلي على النبي ونفتح الباك المفضله لدينا اللي طلعنا فيها مبابي اوفر 103. تعالوا نصلي على النبي ونشوف الكلام على ايه. من ساعه ما طلعنا مبابي وانتوا حسيتوني مش راضي يطلع حد. طلع لنا ياباني سي بي بايرن ميونخ 97 من غير ما اشوفه. يعني انا عارف ان هو 97 بس ماشي. يعني لعيب 97 لعيب 97 مش مشكله. يعني الحظ ما كانش احسن حاجه النهارده وفتحنا الستار باص. تعالوا بقى اقول لكم عايزين نعمل مقايضه حلوه كده. مقايضه جميله عايزين نعملها النهارده. وعايزين نشوف الاستاذ اللي مش راضي يتباع حالا.
زي ما شايفين بحط في الريفرش برضو، بس طبعا الاسعار بتغلى وفي حاجات غريبه بتحصل، فمش عارفين صراحه هنعرف نبيع ولا مش عارف نبيع. تعالوا بقى نخش بس على الحدث الرئيسي بتاعنا. اقول لكم حاجه، الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الهدايا ديت. طبعا مش ديت، قصدي على ديت. الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الهدايا ديت بعد، بص هيتم لنا ريفرش بعد 10 ساعات هنفتح دي وهنختم الحدث، وهناخد لعيب من 101 ل 103 زي ما احنا شايفين. طبعا تعالوا بس نخش على المين واوريكم فين اللعيب اللي من 101 ل 103 واوريكم طبعا الهدايا الجميله جدا بتاعه الحدث. طبعا في معلومه برضو عايز اقولها لكم، الحدث دوت لو طلع لك مثلا هنا ماتشين او حاجه زي ما حصل معايا النهارده، تلاقي لي ان انا لازم مثلا العب ماتشين واخد هديه وما اعرفش ترين، فانا رحت عملت دوست كلمه ريفرش من تحت ديت، ليك تعملها لحد مره واحده في اليوم، راح عمل لي ريفرش وجاب لي حاجات اسهل ان هو ماتش واحد مثلا واتنين سكيل او هكذا. فيعني الموضوع بقى احسن شويه. يعني ممكن تعمل ريفرش، معاك فرصه ان انت تعمل ريفرش وتبقى تبقى ماتش واحد مثلا بدل ماتشين، ويبقى في كذا هديه زي ما انت شايف. طبعا كده احنا عملنا كومبليت للليفل وخدنا الهدايا دي. طبعا بقى معانا 1633 نقطه، عشان ان شاء الله بكره يوم الهدايا نفتح. الفيديو الجاي بكره او بعد بكره ان شاء الله هقول لكم شوط المسابقه، ونبدا بقى المسابقه بتاعتنا على فيفا بوينت او على السيلفر. ومستنيكم كلكم تخشوا الجروب، ودوت الحته اللي بقول لكم هناخد فيها لعيب من اوفر 99 لاوفر 101. طبعا ان احنا فتحنا كل الهدايا ديت زي ما احنا شفنا في الفيكتور انفورميشن، فتحنا كل الهدايا ديت، فتحنا البيض اللي كان موجود هنا وفتحنا كل حاجه. باقي الاسبوع الرابع وال 1600 نقطه دول غالبا هنستخدمهم ان شاء الله في الاسبوع الرابع في ويكا مول ديت، ونفتح لعيب من 99 لاوفر 101. وده كان هيكون مفاجاه الفيديو الجاي ان شاء الله، بجانب المسابقه اللي قلنا عليها. تعالوا نشوف الاوفرز هنا اللي قلنا. هنا بيحصل اوفرز يوميه جامده جدا بالجواهر بغض النظر عن الفيفا بوينت. طبعا ده لعيب 96 بس ما اعتقدش ليه لازمه يعني، ماشي. تعالوا بس نعمل ريفريش نشوف الثلاث مرات اللي علينا ريفريش بزيرو كوينز، يمكن يطلع لنا فيها حد حلو. طبعا لسه هنختم الفيديو بمقايضه روعه جدا، اللعيبه ال90 اللي جبناها واللعيبه ال95 بلس ولعيبه جامده جدا. تعالوا بقى نصلي على النبي ونكمل الفيديو بتاعنا، عشان لسه كمان الفيديو اللي جاي فيه هدايا جامده. طبعا بفيفا بوينت ديت ده ب 400 فيفا بوينت، ده ب 3000 ونص جوهره، ماشي يعني اعتقد حلو. على فكره انا اللعيبه يعني الناس اللي حظها حلو تفتح الباك دي، يعني لو انت حظك حلو يعني تفتح الباك دي، لان الباك دي اللعيبه اللي فيها بتتباع زي ما احنا شايفين. اللعيبه اللي فيها هنا بتتباع، لو حظك طلع لك لعيب 95 او 97، المهم ان هو بيتباع بغض النظر عن الاوفر او عن ان بقيه اللعيبه مش بتتباع، او بقيه الباكات او بقيه الاوفرز. طبعا عايز اقول لكم ان هنعمل فيديوهات بعد كده عن فيفا الكوريه تاني ان شاء الله، او اليابانيه، قلنا ساوث كوريا الكوريه، ونفس الكلام هنعمل ان شاء الله مفاجاه تانية بغض النظر عن الفيفا بوينت والهدايا والتليجرام، اللينك اللي سايبه لكم في الديسكريبشن. هنعمل بيس مع بعض ان شاء الله، هنبدا ننزل بيس كمان ونلعب بيس مع بعض، ومحضر لكم مفاجات كتيره جدا 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 جامده من اول الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا هنا ما لقيناش اوفر حلو، نعمل اخر تالت ريفريش ب0 جنيه يعني ببلاش تقريبا، بس الهدف ان انت تعمل كذا ريفريش عشان تشوف فيه. تعالوا اخر حاجه هنبص بس على الخطه، بص عشان عايز اوريكم جبريل رجليه 5 و5 والخطه جامده. الاوفر 104 بصراحه انا مش عارف يعني، جبنا لوريس 104 مطار اعلى حاجه الفيديو اللي فات. اعتقد هسيب لكم الفيديو في اللينك في الديسكريبشن برضو، بس لوريس مش عارف، في ناس قالت لي كان ممكن تجيب حد احسن من لوريس، مش عارف. فاندر سار جامد قوي بس غالي قوي قوي قوي. طبعا هنا الاوفر ده حلو جدا زي ما شايفين، 55% اوف وب 3000 ونص جوهره، بس انا طبعا فتحت الباك ب 3000 فمعيش غير 2 ونص جوهره فمش عارف افتحه. ان شاء الله كده كده برضو هنفتح بعد بكره باك تانية لما نجمع دول 3000 ونص، يمكن نفتح الباك دي ليه لا. طبعا وهناخد اللعيب اللي من 70 ل 94 وال 10000 كوينز وال 50 جوهره زي ما قلنا يوميا، كل 24 ساعه بيتعمل الريفريش دوت. طبعا الفيديو الجاي بقى فيديو الاعلان على المسابقه، فيديو اللعيب ان شاء الله من اوفر 99، من اوفر 101 لاوفر 103 ولا مش عارف 99 ل 101. طبعا دي اللعيبه اللي احنا شفناها مع بعض، منهم بيلينجهام 103، فران 101، برانتد بحبه جدا اوفر 101 CAM، وزي ما شايفين يعني وصل ل 129
مليون على فكرة ممكن ابيعه، يعني اروح اشوف في الماركت قصدي ممكن اشتريه. في لعيبة جدا جامدة جامدة جدا 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 جدا. تعالوا نشوف كده السي ام. وانا بلعب 4-2-4. طبعا احنا مش عارفين نبيع ولا روبرتو كارلوس ولا مبابي، والموضوع بقى وحش جدا. تعالوا نشوف البروجرام كده، نخليه ايوه بتاع الحدث دوت، ونشوف مع بعض اللعيبه، عشان احنا يعني كل الفيديوهات ما بيبقاش وقت ان احنا نبص على اللعيبه. تعالوا بقى نبص كده على اللعيبه في الفيديو ده، ونروح نختمه بالحدث. بيلينجهام ومطلوب بمليار كوينز ومطلوب. فيكتور اوسيمين. مبابي اللي معايا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انا معايا مبابي. لك ان تتخيل ان انا معايا مبابي ال 106 ده، يعني ب 2 مليار و100 مليون كوينز طبعا. بس طبعا اللي معايا مش بيتباع. وفي بالمر زي ما احنا شايفين، بس في اسعار في السما. كانسيلو 101 برانت ده هو اللي قلنا عليه 128 مليون، هو الفقير اللي فيهم. بس حلو على فكره، يعني انا ممكن اجيب برانت 104 ب 173 مليون. حلو على فكره نسيبه في الواتش ليتر. احنا اصلا مالين الواتش ليتر طبعا، بغض النظر عن ان احنا صرفنا ال 400 مليون اللي كانوا معانا على الحارس ياجو لوريس زي ما احنا شفنا، والمفروض ان هو 277 مليون. طبعا اللعيبه كلها بتغلى. طبعا ريبيري ده رجليه 5 و5، وبصراحه الارتو عنده والحاجات كلها عنده حاجه كده طرش زي ما احنا شفنا. طبعا تعالوا نختم بقى الفيديو بمقايضه لذيذه كده حلوه على السريع، ومش هطول عليكم الفيديو ده. طبعا احنا اوفر 104 خطتنا ب 3 مليار كوينز. طبعا معانا دكه زي ما احنا شايفين 102 و101 وتيري هنري، ودكه حلوه جدا 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 الحمد لله. عايزين بقى نوصل لاوفر 105 قريب. عايزين نعمل مسابقات مع بعض قريب، عايزين نلعب بيس وفيفا الكورية، عايزين نعمل كذا حاجه مع بعض، وفي مفاجآت كتير جدا متشاله، بس واحده واحده. تعالوا بقى نخش نشوف مقايضه، يعني المفروض ان هي حلوه. نعمل بقى المقايضه ديت ولا دي؟ لا، معانا 3 لعيبه بس. نعمل المقايضه دي مثلا ونشوف حظنا النهارده، يمكن الحظ يطلع حلو في المقايضه دي. ادي لعيب 95 97 حلو، وادي لعيب 90 3 لعيب 90 مش مشكله، وادي اللعيبه ال 85. تعالوا بقى نصلي على النبي ونختم الفيديو بتاعنا بالباك دي، لعل وعسى ان هي لعل وعسى ان هي بقى نختم ختام مسك كده الفيديو ويطلع لنا لعيبه حلوه. يلا نصلي على النبي ونفتح الباك دي بسم الله. بقى عايزين بقى يطلع حد حلو، لعيب اسباني سي بي من روما برضو. هو احنا اتحطينا مع روما خلاص. 98 يعني لسه في لعيب تاني معاه اعتقد. 98 تاني 98 تاني، يعني لاعبين 98 اعتقد. ده مقايضه حلوه، لان انا اصلا ما حطيتش فيها لعيب 98 تقريبا. حطيت لاعبين 97 جالي لاعبين 98، بغض النظر عن حطيت 3 لعيبه 95 ولعيبه تاني اوفر 90. مش عارف، عايز اجربها تاني ولا بلاش؟ اعتقد ممكن نجرب تاني. ادي 98 وادي 97 وادي 98. نجربها تاني ولا لا؟ لا اعتقد بلاش نجرب دي. بس تعالوا بقى نجرب التانية، المقايضة التانية اللي هي برضو المفروض بقى من احسن المقايضات في اللعبة بقى دي بجد. بس هو ايه دوت يعني؟ ليه من 95 ل 99؟ بس لازم كلها لعيبة من الحدث، يعني بصراحة مش عارف. طب تعالوا نختم بدي 98 و 98 3 لعيبة 98. هل لو حطينا 3 لعيبة 98 ممكن يطلع لنا حد حلو؟ وادي 94. لا احنا معناش لعيبة. بص احنا مفكنا من دي خالص، وعايزين بقى نجرب، او مش هنجرب، احنا هنختم الفيديو. عايزين نختم الفيديو بايه؟ باك كده، يعني باك الوقت الاضافي. صراحة بفكر اجربها. احنا فتحنا احنا مفتحناش اصلا الباك الفري حتى. ماشي، عايزين نختم الفيديو باك الوقت الاضافي. احنا برضو ما فتحناش باك الوقت الاضافي الفري ولا ايه الدنيا؟ مش عارف. عايزين نفتح الفيديو نختم الفيديو باك الوقت الاضافي اللي هي بجواهر. بس بصراحة ما رجحش خالص، يعني الجواهر احنا بنصرفها، قلنا هنصرفها كده على الفاضي، فاعتقد ان هي مش هيبقى ليها ادنى لازمة خالص. واعتقد ان احنا يعني ممكن نقفل الفيديو على كده، عشان بصراحة لا، احس ان حظي مش حلو خالص النهارده، مفيش اي حاجة. بس فانا هقفل الفيديو على كده. هسيب لكم لينك التليجرام تحت في الديسكريبشن، لينك جروب التليجرام، في شحن بيس، في شحن فيفا، في شحن كذا حاجة.
ويعني اتمنى اشوفكم على خير في فيديو جديد بقى، فيديو الهدايا وفيديو المسابقة الفيديو اللي جاي. كان معاكم عمر لوكا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.